اوكي. عائشه هنا ريبريزنتس الام والاب. فرضا ان الام والاب هنا عندهم ابن مفضل او بنت مفضله. اختاري حد فيهم الشخص المفضل بالنسبه لك. اوكي. اديهم بس اديها هي اكتر. اوكي. اول سؤال، الناس اللي مش مفضله حاسين بايه؟ مش يعني غيرة. غيره. تمام. حاسه بايه؟ قليل، يعني هو مش قليل بس هو قليل. حاسه ان هو قليل. الشخص المفضل حاسس بايه؟ حاسه اني عندي كتير بس مكسوفه منه. بالظبط. الشخص اللي دايما مفضل بيبقى عنده شعور بالذنب ناحيه الاخوات مش مفضل. على طول. ليه؟ لان هو حاسس، خلوا بالكم هنا عشان كده بقول the soul knows، الروح عارفه هي خدت ايه ما خدتش ايه. هو عارف او هي عارفه ان هي خدت اكتر. فهيبقى عندها دايما شعور بالذنب ناحيه اخواتها. بالظبط. بالظبط. وانس كده الداينامكس دي، بس امسكي نفسك شويه. الداينامكس دي هتخلي دايما العلاقه اللي بين الاخوات فيها مشاكل. ليه؟ الاخوات ناتشرالي الاخوات بيحبوا بعض. اللي بيبوظ علاقه الاخوات ببعض ان الام والاب بيفضلوا حد عن حد تاني. انما ناتشرالي الاخوات لازم يحبوا بعض. on the soul level. ليه؟ لان الاخوات عارفين ان على مستوى الكارما العائليه الكارما بتتوزع عليهم هم الثلاثه. بمعنى ان لو دي هتاخد امراض، دي هتاخد كذا ودي هتاخد كذا، فالحاجات اللي احنا هنشيلها واخده احنا الثلاثه، انما لو شخص واحد هياخد كل حاجه. فعلى المستوى الكارميك on the soul level الاخوات دايما بيحبوا بعض، عشان عارفين ان وجودهم بيسبورت بعض. لان الروح مش فارق معاها الفلوس، بس there are certain elements في السيستم احنا بتتوزع عليه. عشان كده لما الناس تيجي تقول لي ان عندهم مشاكل مع اخواتهم او بيجوا يقولوا لي ولادهم ما بيحبوش بعض، لازم يكون الموضوع له علاقه بالبيرنتس. ممكن يكون البيرنتس عملوا حاجات ثانيه يعني، بس غالبا بيبقى الموضوع له علاقه بالتفرقه اللي بينهم وبين بعض. في كمان بقى حاجه مهمه جدا في الدينامكس دي، يوجوالي اللي بيحصل ان الطفل اللي بياخد اكتر غالبا بيبقى عايز يطلع بره السيستم. ليه؟ يعني يطلع بره السيستم معانا. اول طفل يبقى عايز يسيب البيت ويمشي، عايز يهاجر، عايز يروح بعيد، مش هيبقى عايز يبقى انفولد. ليه؟ لان ان انا باخد اكتر معنى كده ان انا حاسس بان انا بيردن. فالبيردن ده بيخلي الشخص اللي خد اكتر عايز يطلع بره، عايز ما يبقاش انفولد قوي. لما هي تطلع بره، حد في دول هيلاقي فرصته ان هو يقرب من الام، فحد هيقرب. عشان كده لما الناس بتيجي تقول لي في الاول علاقه مامتي بمامتها حلوه جدا، مامتي بتعمل كل حاجه لمامتها، مامتي مامتها ما بتقولش ما بتبقاش طالبه حاجه الا مامتي تكون عاملاها على طول، غالبا ده معناه ان العلاقه دي وهم صغيرين ما كانتش حلوه. انما لما كبروا المفضل راح بعيد، وواحده حبت او حد راجل حب ان هو يحل محلها عشان دي فرصتي ان انا اتشاف من امي او ابوي. بس دايما في معظم الاحيان التشايلد اللي خد اكتر بيبقى عايز يمشي ويمشي بعيد، عنده جلد ناحيه اخواته وحاسس ان السيستم ده هو شايل فيه حمول كتيره، لان دايما جيفنج للتشايلد معناها expectations من التشايلد. مفيش حاجه في الدنيا there's no such thing as free lunch. مفيش حاجه اسمها ان ان انا هاخد حاجه من غير ما هدفع مقابلها. كل العلاقات هنعمل حاجه ناخد المقابل بتاعها. فطول ما انا خدت لازم هيبقى عليا expectations لو خدت زياده.